ليه سيدنا ابراهيم كان صاحب ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه قصه سيدنا ابراهيم دي من اجمل وامتع واغرب القصص اللي ممكن تسمعها وتتعلم منها كمان. قصه كده تخليك تعرف قوه ايمانك عند ربنا سبحانه وتعالى عامله ازاي. يعني مثلا سيدنا ابراهيم كان قبل ما يلقوه في النار كان عمره 16 سنه، والنار دي عشان تكونوا عارفين بس كانت عاليه جدا وقويه جدا. فضلوا مولعين في النار دي لمده 30 يوم. في الوقت اللي كانوا رايحين يرموا سيدنا ابراهيم في النار دي نزل عليه سيدنا جبريل وقال له لو امرتني لاطفأت النار واهلكتهم جميعا. لكن رد سيدنا ابراهيم كان غريب جدا، قال له عالم بحالي غني عن سؤال. يا سلام يا سلام. بدأ سيدنا إبراهيم يردد كلمات سحرية كده، حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا إبراهيم قعد في النار 7 أيام، ولما هدأت النار وراحوا يشوفوا سيدنا إبراهيم اللي المفروض يكون جثة متفحمة لو قاعد يسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى. العلماء احتاروا في سيدنا إبراهيم ده. سيدنا إبراهيم ساب ابنه ومراته في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء.